اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة يوم الخلاص. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. قال المستشار احمد عبده ماهر من هيئة الدفاع عن الطفل شنودة ان القضية وصلت لطريق مسدود بالتعنت والعنصرية وعدم فهم القرآن والقانون. واشار يوم جلسة المحكمة كان في الرول قضية المحامين الخاصة بالفاتورة الإلكترونية وتم تأجيلها لمنتصف هذا الشهر، أي لم تتعدى 15 يوم، ولكن القضية التي كلها مشاعر إنسانية تم تأجيلها لآخر شهر مارس، أي شهرين، ومن قبل أكثر من شهر. كل التأجيل ده علشان حاجة المفروض تيجي لوحدها زي رأي الأزهر وأيضا محضر الجلسة الذي لم ترسله النيابة. وأضاف المستشار أحمد عبده: أنا شايف إن رأي الأزهر ملوش داعي ومحضر النيابة غير مهم، لأن هناك آية في القرآن بتقول المسلمين آلية، دي في سورة المائدة بتقول ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. فكل واحد مش عايز إن المسيحي ينفذ اللي جه في إنجيله ويبقى فاسق، كما أن المادة 30 بتقول ممنوع إنك تغير دين أو اسم. وأشار من انعدام الإنسانية إنهم يمنعوا أي شخص يزور شنودة عشان هو كافر. عندنا مشكلة كبيرة، أنا مسلم ودايما بيبصوا للمسيحي إنه كافر، وده عدم فهم القرآن. إحنا اللي بنحقن الشعب بالعنصرية، نخلي طفل ما يشوفش أهله لكن المسجون يشوف أهله. أثناء المحكمة ترجوا القاضي أن يلحق الطفل بأبويه حتى الفصل في القضية، ولم يتم الرد عليهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.